لأول مرة بصراحة من فترة أشوف مهاجم مرشح للنادي الأهلي وتحت رادار النادي الأهلي ويكون مهاجم سوبر زي ده. يعني من بعد أكور أدمز اللي كان برضو مرشح للأهلي وكولر شافه، المهاجم ده فعلا اللي الناس كلها أجمعت إن هو مهاجم كويس، بس كان صعب إن هو يجي النادي الأهلي لأنه كان جاي له عروض من فرق أوروبية كتيرة. فأنا بحيي الشخص اللي اكتشف اللاعب ده وعرضه على النادي الأهلي، وهو الآن على طاولة المفاوضات، وممكن فعلا يكون ده المهاجم اللي الاعلام قال ان هو بديل سوزا. في كذا حد اعلامي قال ان بديل سوزا كان عاجب مجلس الاداره، بس كولر اللي مصمم على سوزا. فانا شايف ان ده ممكن يكون فعلا المهاجم اللي الاداره عاوزاه ومقتنعه بيه، بس الاداره مش عاوزه تاخد اي خطوه الا بعد موافقه كولر، لانه هو اعلم باحتياجاته وهو اعلم برضه بطريقه لعبه ومين اللي هينفع معاه ومين اللي مش هينفع. طيب تعال نشوف اللاعب لاندري دياماتا من مواليد 1997، يعني عنده كده 25 سنة، وده اللي عاوزينه طبعا في النادي الأهلي. مش تقول لي بقى مهاجم 29 والكلام ده. دياماتا لاعب كونغولي ومعاه الجنسية البلجيكية، وقرر تمثيل منتخب بلجيكا وبيلعب في فريق اسبانيولي الأسباني. اللاعب ده طوله متر 85 سنتي وبيلعب برجله اليمين، وطبعا مش محتاج أقول لك إنه بيلعب في مركز المهاجم الصريح. وقيمته التسويقية في الجول، قيمته التسويقية 2.5 مليون يورو. هقول لك رأيي في اللاعب طبعا في نهاية الفيديو. طيب تعالى كده نشوف اللاعب ده ونشوف فعلا مهاجم سوبر ولا لا. كل مرة كنا بنبدأ بالاحصائيات، بس المرة دي خلينا كده نشوف اللاعب ده مميز في ايه. في عندنا اسس بنقيم المهاجم على اساسها، يعني بنشوف المهاجم ده الانهاء بتاعه والتسديد قدام الجول عامل ازاي، اللي هو يعني الفينش بتاعه كويس ولا لا. طب بيعرف يلعب براسه. طب اللاعب ده جماعي ولا بيلعب فردي. طيب برضك اللاعب ده سريع ولا بطيء. وكمان بنشوف اللاعب ده مهاري ولا لا. كل ده انا بجمعه لك في لقطات وبوريها لك علشان تقدر تخرج ببروفايل كامل عن اللاعب، وكمان بجمع لك ارقامه واحصائياته علشان تبقى خارج من الفيديو ده مش محتاج تروح تسمع فيديوهات تانية لاي حد. باختصار كده يبقى معاك الزتونة بتاعت اللاعب. تعال اوريك الفينش بتاع اللاعب ده قدام الجول. اللاعب ده مميز، انا فعلا بصراحة بشبهه كده بدومينيك دا سيلفا، اللاعب اللي كان موجود في النادي الاهلي قبل كده. وتعال بص كده على الكام لقطة دول. طيب تاني معيار عندنا هو اللاعب ده بيلعب براسه ولا لا. اللاعب فعلا بيقدر يلعب براسه بشكل كويس قوي. هو اكيد مش متعب او فلافيو او حتى زي مثلا ماتيوس بيكسوتو اللي رشحته قبل كده للنادي الاهلي، بس اللاعب برضك بيقدر يلعب براسه بشكل كويس مش وحش. كمان اللاعب سريع زي ما قلت لك زي دومينيك دا سيلفا بالظبط. وركز هنا على حاجتين، تحرك اللاعب وسرعة اللاعب. وتعالى بص كده على الكام لقطة دول. اما المعيار اللي بعد كده وهو المهارة، اللاعب ده مهاري. ومهم برضو ان المهاجم بتاعك يكون بيعدي واحد على واحد بشكل كويس، مش مجرد لاعب او مهاجم موجود جوه ال 18 وخلاص.
واخر حاجه بقى وهي جماعيه اللاعب ده جماعي ومحطه للفريق، هو سريع وكل حاجه، بس اللاعب ده لما بتعوز تخليه محطه علشان تسند عليه وتلاعب الجناحين ووسط الملعب مش هيقولك لا. ويعني ايه محطه دي تقدر ان انت تديله الكوره تحت ضغطه وما يفقدهاش ويلاعب الناس اللي حواليه. وتعالى بقى كده نشوف ارقام اللاعب، وتعالى كده اجيبها لك من اول موسم 2018، وده كان اول موسم للاعب وكان لسه عنده 20 سنة بس. شارك مع فريق اوستندا البلجيكي في 34 مباراة، قدر اللي هو يسجل 14 هدف ويصنع 4، يعني اللاعب انفجر في اول مواسمه، وشارك ب 18 هدف في الدوري البلجيكي، ودي طبعا حاجة مش سهلة علشان يجي الموسم اللي بعده على طول ويجي له عرض من المانيا ومن فريق كبير طبعا من فريق فولفسبورغ. اللاعب ما قدرش يتأقلم معاهم ولعب معاهم 24 مباراة، ما سجلش اي هدف وصنع هدف، بس خد بالك ان اللاعب شارك معاهم في 1003 دقيقة، يعني حوالي 11 ماتش بس بكل تأكيد اكيد فترة احتراف فاشلة في الدوري الالماني. اما في موسم 2020 اللاعب بيرجع تاني على بلجيكا، بس بيرجع عن طريق بوابة افضل الاندية في بلجيكا وهو نادي اندرلخت، واللاعب عمل معاهم اداء عالمي وموسم كويس قوي للاعب. شارك معاهم في 24 مباراة، سجل 13 هدف وصنع 4، يعني ساهم ب 17 هدف خلال 24 مباراة، وده طبعا شيء كويس قوي. وفي موسم 2021 اللاعب بيلعب نص موسم مع فريق اندرلخت، وبعدين فريق اسبانيولي الاسباني بيتعاقد معاه ولعب معاهم في الدوري الاسباني الدرجة الثانية، وفعلا صعد بيهم للدرجة الاولى، ولعب في الموسم ده مع فريق اسبانيول واندرلخت 33 مباراة، قدر اللي هو يسجل 7 اهداف ويصنع 3 علشان يجي في موسم 2022 وفي الدوري الاسباني ويعيد نفس التجربة بتاع الدوري الألماني ويفشل. اللاعب شارك مع فريق اسبانيول في 19 مباراة، ما سجلش ولا صنع أي هدف، بس شارك معاهم في 623 دقيقة، يعني حوالي 7 ماتشات بس، علشان بس ما تتخضش من الرقم. واستنى عشان لسه هقول لك رأيي في التجربة بتاع الدوري الألماني والدوري الأسباني، يعني ما تقفلش الفيديو. أما الموسم الأخير بقى وهو موسم 2023 اللاعب ده راح الدوري الهولندي ومع فريق نيميخن لعب معاهم 32 مباراة، قدر اللي يسجل 10 اهداف ويصنع 2، يعني ساهم معاهم ب 12 هدف، وده كان موسم كويس قوي للاعب. رايي في اللاعب ده انه مستحيل تلاقي لاعب عنده 25 سنه وبكل المميزات دي، لاعب قيمته التسويقيه 2.5 مليون يورو، لاعب مهاري وسريع وهداف. طب ده راح الدوري الاسباني والالماني وفشل، طب ما ايه يعني؟ انت عندك رمضان صبحي لما راح الدوري الانجليزي فشل، عندك احمد فتحي لما احترف بره فشل، وعندك لعيبه كتير فشلت في الاحتراف بس لما رجعت مصر كسرت الدنيا تاني مع الاهلي. ده غير بقى ان اللاعب ده لعب في دوريات تانية صعبة وتألق فيها زي الدوري الهولندي والدوري البلجيكي، اللاعب كسر الدنيا معاهم، يعني مش بقولك بقى دوري صيني ولا دوري ياباني وجاب كام جول هناك وكل الكلام ده، لا ده انا بقولك لعب في الدوري البلجيكي والدوري الهولندي اللي يعني اكيد افضل من الدوري المصري بمراحل. وده كان فيديو كده عن اللاعب لاندري دياماتا، يا ريت بقى تقدر تعبنا وتعمل لايك للفيديو وتفعل زر الاشعارات، وما تنساش اهم حاجة تصلي على الحبيب عليه افضل الصلاة والسلام وتوحد الله. اشوفكم على خير، سلام. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go.